يا شعب اليوتيوب العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم وائل صلاح الدين القاتم بولاية إنديانا الأمريكية، يحييكم ويتمنى لكم اليوم مشاهدة ممتعة إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى سعيد عليكم، وربنا يتقبل من كل أهالينا اللي حجوا السنة دي، ويا رب يكتب للمشتاقين الحج في الأعوام المقبلة إن شاء الله. هنخش في الموضوع على طول. النهاردة إن شاء الله هنحاول نرد على سؤال مهم جدا بيواجه ناس كتير بيقدموا على وظائف في أمريكا مؤخرا. السؤال ده هو ليه ردود الشركات واستجابتهم بتتأخر جدا على طلبات التوظيف اللي احنا بنقدمها. الحقيقة ده من أكتر الأشياء المحبطة اللي ممكن تحصل لأي حد بيدور على شغل، سواء في أمريكا أو في أي مكان في العالم، خصوصا إن ده شيء ممكن يخليك تفقد الثقة بنفسك ويشككك في قدراتك، ويخليك تقول أكيد أنا مش مميز كفاية، او سيرتي الذاتيه مش قويه بالشكل الكافي علشان تخلي الشركات دي تبص على طلبي وترد عليا. ورغم ان دي فرضيه قائمه مش هنستبعدها، فرضيه اننا ممكن نكون مش مميزين كفايه عشان نجبر الشركات تتواصل معانا، يعني حابين ان احنا نكون ايجابيين علشان نطور من نفسنا دايما، الا ان الواقع ومع تكرار حدوث الامر ده مع ناس كتير في مختلف التخصصات جوه امريكا، خلانا ننتبه ان في اسباب تانية غير متعلقه بامكانياتنا ومدى ملائمتنا للوظيفه. الاسباب دي هي اللي بتخلي الشركات ما بتردش علينا خالص او تتواصل معانا حتى علشان تعمل مقابله. ايه المقصود بالكلام ده؟ يعني وارد جدا يكون العيب من الشركه نفسها او من عمليه التوظيف الحاليه اللي بتتم في اغلب الشركات في امريكا في الوقت الحالي، او بسبب المستجدات اللي طرأت على سوق العمل الامريكي مؤخرا، وده اللي ان شاء الله هنحاول نبينه في حلقه النهارده هنبسط الموضوع تبسيط مخل كده في 4 اسباب، هم دول اللي انا قدرت اوصل لهم، وهم دول اللي مسببين حاله البطء في التوظيف اليومين دول. وقبل ما ندخل الحلقه حابب بس ااكد ان انا مش موظف اتش ار او ريكروتر، فاللي هقوله ده يحتمل طبعا الصواب او الخطا، والخطا اكتر من الصواب. يعني انا مجرد واحد بيدور على شغل واصطدمت بموضوع بطء الاستجابه، ولما دورت في الموضوع اكتشفت ان انا مش لوحدي، وان الموضوع عام بشكل كبير، فقلت اشارك معاكم اللي انا وصلت له عشان انتوا كمان تشاركونا بتجاربكم في التعليقات وتعم الاستفاده. بسم الله، يلا بينا نبدا. دلوقتي حضرتك شخص بتدور على شغل، واللي في الغالب هيكون على منصه زي لينكدين او انديد، على اعتبار انهم الاشهر في الوقت الحالي. لقيت وظيفه مناسبه ليك وفي شركه معروفه انت حابب انك تشتغل فيها، بتقدم على الوظيفه وبتنتظر الرد اسبوع 2 شهر، وفي الغالب ما بيجيلكش رد، او بنقول لك ان احنا ما عندناش انترست نشغلها، او اننا رحنا لشخص تاني مناسب اكتر للشغلانه. لكن في الحقيقه هم اللي بيكونوا وظفوا حد، ولا الشغلانه ممكن تكون موجوده اصلا. ودي اول حاجه احنا بنقع فيها لما بنقدم على وظيفه، ان الوظيفه اللي انت قدمت عليها دي ممكن جدا تكون وهميه. يعني ايه وهميه؟ قصدك يعني انها مزيفه وان هاكرز دخلوا الموقع وحطوا الوظيفه؟ لا، في فرق ما بين وهميه وما بين مزيفه اللي بيحطوها الهاكرز بغرض سرقه بياناتك الشخصيه. اعلان الوظيفه الوهمي ده باختصار هو اعلان مش مزيف وحقيقي وشرعي من الشركات نفسها، ومحطوط من الريكروترز بتوع الشركات دي نفسهم، ولكنه اعلان وظيفي ما فيش وراه رغبه حقيقيه للتوظيف. يعني الشركات حطاه كده لغرض معين، والنوع ده من الاعلانات بيسموه هنا الجوست جوب او الوظيفه الشبح. وطبعا لما بتقدم على اعلان زي ده لا هتتقبل ولا هيجي لك اي اتصال، لانه طبعا طلب او اعلان توظيف مش حقيقي. الوظيفه الوهميه دي بيبقى ليها 3 اشكال: واحد، انها تكون وهميه مش بغرض التوظيف اطلاقا، او انها تكون بغرض التوظيف فعلا ولكن مش في الوقت الحالي وانما بعد فتره، يعني مفيش رغبه ملحه، او انها تكون بغرض التوظيف فعلا وملحه لكن الشركه عندها النيه مبيته من البدايه انها تعمل نقل داخلي او توظيف داخلي من جوه الشركه، يعني نقل ما بين الاقسام او ترقيه موظف قديم. ومع ذلك الشركه بتنزل الوظيفه عادي جدا على لينكدين وعلى باقي المنصات. وده حصل لي انا شخصيا، كنت شغال في مكان ولقيتهم حاطين اعلان داخلي للي حابب ينقل الشيفت المسائي، فانا حبيت اقدم وكنت متخيل انهم هياخدوا طلب ورقي فقط داخلي. يعني لقيتهم بيقولوا لي خش على الموقع بتاعنا بتاع التوظيف وقدم على الوظيفه واكتب رقمك الوظيفي علشان نقدر نوصل لك بيه. فطبعا استغربت، قلت لهم ما دام انتوا عاملين الاعلان داخلي لينا احنا، حاطين ليه الاعلان للناس اللي بره علشان تشوفوا وتقدم؟ قالوا لي احنا الاولويه طبعا من اللي شغالين معانا عشان انتوا فاهمين النظام وطريقه الشغل، بس احنا حاطين الاعلان ده على انه احتمال ما حدش فيكم يقدم. طبعا انا ما اقتنعتش خالص بالكلام ده، واكيد في شخص مسكين قدم على الشغلانه وما جاتلوش عشان انا
اتنقلت داخليا. طيب ليه الشركات بتعمل كده؟ ليه الشركات بتلعب بأعصابنا وتحط وظائف وهمية؟ الحقيقة في أكتر من سبب. أول سبب الول ستريت أو البورصة، يعني الشركات بتعمل الوظائف الوهمية دي علشان تبعت رسائل للمساهمين والمنافسين إنها شغالة كويس ووضعها المالي ممتاز، وده لأن الشركات لا يمكن هتوظف حد إلا لما تكون عندها شغل وبتتوسع. تاني سبب، بعض الشركات بتعمل الإعلانات الوهمية دي بغرض دراسة السوق، يعني بيشوفوا هم مرغوبين عند الباحثين عن العمل ولا لا، بيشوفوا نوعية الناس اللي بتقدم عنهم ومؤهلاتهم، والأخطر من كده بيشوفوا مين مؤهلاته أعلى من الوظيفة أو أوفر كواليفايد بيقدم على الوظيفة اللي هم حاطين إعلانها، وقبل إنه يشتغل بالمرتب القليل اللي موجود في الإعلان واللي هو أقل من إمكانياته، وبناء عليه بيعيدوا هيكلة الأجور والرواتب عندهم. موضوع خطير. طيب نعرف منين الوظائف الوهمية من الوظائف الحقيقية؟ بعض الناس حاولت تجتهد وتدي لك شوية علامات تقدر تعرف من خلالها إن كانت دي وظيفة وهمية ولا لأ. أول حاجة، لو الوظيفة بقالها مدة طويلة معروضة، يعني بقالها أكتر من 20 يوم مثلا، أو اتعمل لها ريبوست أكتر من مرة على لينكدين ودايما بتفتح تلاقيها، ده دليل إنه مفيش رغبة ملحة للتوظيف، وبالتالي ممكن تكون الوظيفة وهمية. تاني حاجة، بيقول لك ادخل على الموقع الرسمي للتوظيف بتاع الشركة، لو ما لقيتش نفس إعلان الوظيفة اللي لقيته على منصات التوظيف يبقى دي علامة إن دي إعلان وظيفة وهمي. تالت حاجة، لو لقيت إن التعريف الوظيفي عام قوي وفضفاض ومش محدد الملامح وعايز سوبرمان يشتغل الشغلانة، يبقى في الغالب دي وظيفة وهمية. رابع حاجة، لو لقيت الإعلان مش كاتب تفاصيل عن مكان الشغل ومواعيد العمل والراتب وأجر الساعة، فده دليل على قلة الجدية ومحتمل كبير يكون إن ده إعلان وهمي. في النهاية دي مجرد اجتهادات، وأنت المطلوب منك إنك تسعى وما تيأسش، لكن حط في بالك احتمالية وهمية الوظائف عشان ما تحملش نفسك فوق طاقتها. نيجي بقى لتاني سبب ممكن يخليك ما تسمعش ردود على طلب التوظيف اللي انت قدمته دلوقتي. فرضا ان انت لقيت اعلان وظيفة مناسبة ليك وتوسمت فيها انها مش وهمية وقررت تقدم، ومع ذلك برضه ما جالكش اي رد على طلبك. طب ليه وازاي؟ في الغالب ده بسبب الاي تي اس او الابليكانت تراكنج سيستم، وده سوفت وير بيستخدم من قبل الشركات عشان يدير عملية التوظيف بشكل آلي ويساعد الموظفين في شغلهم. ومن المهام اللي بيقوم بيها انه بيستقبل طلبات التوظيف وبيفرزها ويغربلها ويستبعد الطلبات الاقل الملائمه ويسيب بس الاكثر ملائمه. طيب دي حاجه جميله خالص وتكنولوجيا بتساعد الناس وبتوفر الوقت والمجهود. فين المشكله بقى؟ المشكله يا فندم ان ده واحد من اهم اسباب احباطك كشخص بيقدم على وظيفه، وده لانه آلة في النهايه مش بشر من لحم ودم، والآلة دي عشان تشتغل بتبقى مبرمجه على قبول انماط واشكال معينه من السير الذاتيه، ومتبرمجه على فهم كلمات مفتاحيه بعينها keywords. فلو سيرتك الذاتيه افتقدت للتصميم اللي هو بيقبله او افتقدت للكلمات المفتاحيه اللي هو بيفهمها، فطلبك الوظيفي هيترفض حتى ولو كنت انسب شخص للوظيفه المعلنه. يعني الاي تي اس ده ما بيقبلش السير الذاتيه اللي فيها خطوط وعواميد وجداول والكلام ده، وبالتالي ما بيقبلش سيرنا الذاتيه القديمه اللي فيها الصور دي وفيها فريم على الصوره والصفحه والحاجات دي. لا، هو عايز تصميم خالي تماما من الخطوط والفواصل، ودي بقت محلوله لانه بقى في مواقع وبرامج بتدخلها بتدخل بياناتك فيها وبتحط لك، هي بقى في قالب يقبلوا الاي تي اس. بعض المواقع دي مجانيه وبعضها بيطلب منك فلوس، لكن انت ممكن تريح نفسك وتدخل على تشات جي بي تي او جيميناي في النسخه المجانيه، وهو هيعمل لك فورمات مناسب وتاخد كوبي بيست في ملف وورد وتحوله بي دي اف بعدين. طيب وايه مشكله الكلمات الداله ونعمل فيها ايه؟ الكلمات الداله دي هي تاجز بيحطها الريكروتر البشري في اعلان الوظيفه عشان يحدد بيها اهم حاجه هو عايزها في الشخص اللي بيقدم على الوظيفه. زي مثلا ان الريكروتر يكتب طلب توظيف انه عايز واحد شاطر في الاكسل، فلو السيره الذاتيه بتاعتك مكتوب فيها انك كويس في السبريد شيت اللي هو ممكن يكون اكسل او جوجل شيتس، فممكن الاي تي اس يتجاهل سيرتك الذاتيه انه مش متبرمج كويس على كل معاني كلمات السبريد شيت او الاكسل. طيب نتغلب على المشكله دي ازاي؟ المشكله بقى انك عشان تتغلب على الموضوع ده هتضطر انك تعيد صياغه سيرتك الذاتيه في كل مره بتقدم على وظيفه عشان تتاكد انها تضمنت الكلمات المفتاحيه اللي موجوده في التعريف الوظيفي
اللي انت بتقدم عليه. طبعا ده موضوع ممل، لانه بدل ما هيكون عندك سيره ذاتيه واحده هتضطر ان انت تغيرها كل مره. انا شخصيا كنت بزهق وما بعملش كده، وكنت بكتفي اني بكتب كفر ليتر وارفقه مع طلب التوظيف علشان اقول ليه انا مناسب للشغلانه. بس الافضل انك تخلي سيرتك الذاتيه منطبقه على الوظيفه، لان طلب التوظيف بياخد المعلومات اللي في السيره الذاتيه وبيعبي بيها طلب التوظيف، مش بياخد من الكفر ليتر. التكنولوجيا للاسف زي ما بتحل مشاكل بتخلق مشاكل تانية للأسف. وموضوع الاعتماد الزايد على التكنولوجيا ده وتقليل العنصر البشري في عملية التوظيف من الحاجات اللي للأسف بتصعب عملية التوظيف علينا حاليا وبتخليها مش عادلة بشكل كافي. نيجي بقى للسبب الثالث اللي ما بيخليناش نسمع تاني من الشركات لما بنقدم على وظيفة. فرضنا ان صاحبنا هو لقى وظيفة كويسة وتوسم فيها انها مش وهمية وظبط سيرته الذاتية عشان تبقى متوافقة مع الاي تي اس وقدم على الوظيفة، وبرضه ما جاش اي رد او جاله رد بعد فتره طويله بالرفض. فالمره دي بقى هيكون بسبب حاجه اسمها الريفيرال او الاشاره او الاحاله. ايه بقى الريفيرال ده؟ الريفيرال هي الشكل القانوني والمعدل لفكره الواسطه اللي احنا نعرفها. يعني كل ما يكون ليك حد جوه شركه يشيد بيك ويوصي عليك في عمليه التوظيف، كل ما كانت امكانيه انك تحصل على فرصه مقابله اكبر، لان طلب توظيفك بقى هيتخطى موضوع الاي تي اس والكلام اللي احنا شرحناه من شويه. بس الريفيرال مش زي الواسطه اللي عندنا. الواسطه بتدي لك فرصه افضل من غيرك حتى ولو كنت فاشل وما عندكش امكانيات، انما الريفيرال بتخليك تحط رجلك في اول عمليه التوظيف، وبعد كده شطارتك ومدى ملائمتك للوظيفه هي اللي هتحكم وتقول انت تشتغل ولا لا. لكن المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان انت لو شخص زي حالاتي وما عندكش معرفه جوه الشركه اللي انت عايز تشتغل فيها، فمش هتقدر تحصل على فرصه مقابله، والريكروترز مش هينتبهوا للسيره الذاتيه بتاعتك. واللي بيزيد المشكله دي تعقيدا انه بقى في جزء من الريكروترز بيريحوا دماغهم وما بيختاروش يعملوا مقابلات الا مع طلبات التوظيف اللي فيها ريفيرال، يعني انطلاقا من الكسل احيانا او لانهم مضغوطين في شغلهم ومش قادرين يبصوا على الطلبات الكتير اللي بتتقدم لهم. طيب حل الموضوع ده ايه؟ حله ان الواحد محتاج يوسع شبكه علاقاته، ويمكن اللينكدين معمول اساسا عشان يخدم الغرض ده. نيجي بقى للسبب الرابع والاخير واللي عمل حاله قلبان في سوق العمل في امريكا حاليا، الاي اي. بصوا عشان اكون صريح معاكم، انا مش متفائل خالص بالاي اي، ولا اعتقد ابدا انها تكنولوجيا عاديه اطلاقا. يعني مش مقتنع بالكلام اللي دايما بيتقال ان دي تكنولوجيا بتظهر بتلغي شغلانات بس بتخلق شغلانات تانية. لا بصراحه انا نظرتي ليها انها تكنولوجيا احلاليه، بس احلاليه للعقل البشري. المره دي التكنولوجيات اللي ظهرت في حياتنا قبل كده كانت بتظهر عشان تحل مشاكل متعلقه بقصورنا العضلي والجسماني. يعني تكنولوجيا تساعدنا نشيل حاجات تقيله العضلات البشريه ما تقدرش تشيلها، تكنولوجيا بتساعدنا ان احنا نتحرك بسرعه زي العربيات والطيارات، او تكنولوجيا بتساعدنا نحرك الاشياء بسرعه. انما الاي اي تقنيه ظهرت عشان تحل محل العقل البشري نفسه اللي هو اهم حاجه بيمتلكها الانسان. معدل التسارع الرهيب في انتشار التكنولوجيا دي مش مطمئن خالص، ويحسسك ان الشركات كانها لقت ضلتها فيه. يعني لما تسمع انه امازون سرحت 10% من موظفيها، وانتل 25,000، ومايكروسوفت 15,000، والشركات دي كلها شركات كسبانه مش خسرانه. يعني التسريح ده بسبب الاي اي في اغلب الاحوال، فكل ده لازم يخلينا نقلق على مستقبلنا. طيب ليه لازم نقلق؟ لازم نقلق لان دي تقنيه او تكنولوجيا ثوريه، واثرها بيشبه كتير تاثير الثوره الصناعيه. الثوره الصناعيه زمان غيرت من شكل الدنيا، فخلت الناس تهمل الزراعه وتتجه للصناعه، واهل القرى هجروا اراضيهم وتدفقوا على المدن، واصحاب الحرف الماهرين راحت عليهم وتقسم شغلهم لاجزاء صغيره، وبقى اي عامل على قده يقدر يشتغل لانه بقى شغل مجزأ ومكرر. اهو الاي اي هيغير سوق التوظيف الفتره الجايه، والهدف هو احلال الاي اي للوظائف الاداريه والمكتبيه اللي بيسموها الوايت كولر جوبز. يعني وظائف زي المحاسبه والموارد البشريه والتسويق والبرمجه والسكرتاريه، كل دي وظائف مهدده انها تختفي مستقبلا لو فضل الاي اي ماشي بنفس الوتيره. ده حتى وظائف زي الطب ما سلمتش، واخترعوا لها برامج تشخص المرض بدقة أعلى من تشخيص الطبيب البشري. والوظائف الإبداعية زي الرسم والجرافيكس والتلحين والتوزيع الموسيقي والتمثيل، الاي اي بيهدد وجودهم مستقبلا، ويمكن
حاضرا كمان. حاليا شباب خريجين كتير من جامعات امريكيه بيشتكوا ان كتير من الانتري ليفل جوبز اللي هي وظائف اول السلم الوظيفي بتختفي بسبب الاي اي. الوظائف اللي بتعتمد على ارسال ايميلات ورد على تليفونات وخدمه عملاء وغيره بتختفي تدريجيا، والمصيبه ان الوظائف دي بيحتاجها الخريجين الجداد علشان ياخدوا خبره يعرفوا يقدموا بيها في الشركات الكبيره اللي دايما بتشترط عليهم الخبره. في بعض الشركات زي اي بي ام عامله كمان تجميد لعمليه التوظيف عندها على بعض المناصب عشان تشوف مدى احتماليه احلالها بالاي اي من عدمه. والسؤال اللي قعدت اساله لنفسي لما بسمع احصاءات زي دي او لما بسمع ان برامج الاي اي بتتطور اكتر من الاول، احنا هنروح فين؟ هنقعد في بيوتنا؟ طيب لما تقعدونا في البيت من غير شغل، انتوا هتكسبوا ازاي؟ يعني هتجيبوا ناس منين تشتري منتجاتكم وخدماتكم؟ هل انتم منتبهين للموضوع ده؟ خلينا نكون اقل تشاؤما ونقول انه الاي اي هيحول دفه الوظائف لاتجاهات معينه. يعني وظائف الهيلث كير عموما زي الطب والتمريض ورعايه كبار السن مش هتتمحي بسبب الاي اي، والوظائف بقى الجديده القديمه زي الحرف اليدويه، شغل الكهرباء والسباكه والنجاره والاتش فاك، كل دي وظائف هيأثر فيها الاي اي ولكن مش هيمحيها ولا يلغيها. ده غير ان الاي اي ممكن يخلي الاجيال الجديده تفكر في البيزنس اكتر او انها تأسس مشاريعها بنفسها. اما اللي زينا بقى فربنا يعيننا. في النهايه اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، شاركونا برأيكم في التعليقات حتى لو اختلفتم معانا، واللي شايف اني انا قلت معلومات غلط اهلا وسهلا بيه في التعليقات وصحح لنا عشان نستفيد. وملاش بالله عليكم الاقي تعليق واحد يعني كاتب كده ايه كلامك غلط وخلاص. يعني انا ده بصراحه ما بعتبروش مخالفه في الراي، انا بعتبره كده بالمصري انه داخل يغلس. في الاخر ارجو الا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسونا ايضا من لايك وشير واشتراك في القناه لو انت جديد عشان تدعموا القناه انها تكبر وتشجعونا نتكلم في مواضيع كتير عن امريكا متعلقه بكافه الجوانب، ما تبقاش متعلقه فقط بجانب الهجرة والحياة العادية في أمريكا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم مرة تانية. وخلاص كده أنا خلصت كل اللي عندي، خلينا بقى إيه نختم ونقول سلام عليكم.